السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. ومعنا اليوم قصة جميلة جدا عن فضل سورة البقرة. تحكي أحد النساء تجربتها مع سورة البقرة. تقول: كنا نعيش أنا وزوجي وأبنائي في سعادة، وفجأة وإذا بنا يتغير الحال إلى المشاكل على أتفه الأسباب مع الزوج، وشقاوة الأبناء تزداد، فأصبح البيت كئيبا جدا بعد أن كنا ننعم بالراحة فيه، ولم نجد إلى الراحة بعد ذلك سبيلا. جلست جلسة مصارحة مع زوجي، واتفقنا سويا على أن نبدأ بقراءة سورة البقرة والاستمرار عليها. أخذنا نقرأ سورة البقرة، وبعد فترة وأنا نائمة وإذا بي أرى رؤيا عجوز كأنها خارجة من البيت ومعها أبنائها، وهي تتوعد وتقول: حسبنا الله ونعم الوكيل عليك، أخرجتينا 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 من البيت، أخرجتينا. تتوعد بأشد الألفاظ: أخرج أيتها العجوز الوقحة، حسبنا الله ونعم الوكيل عليك. بعد هذه الرؤيا سبحان الله فاقت فيها شيء من الرعب، وإذا بها تنظر وإذا زوجها في مرتاح وينعم بنوم هادئ، وأبنائها كذلك ذاهبين في سبات عميق، فارتاحت وهدأت ونامت هي أيضا. وبعد هذا سبحان الله تغير حالهم إلى أحسن حال، إلى أفضل مما كانوا عليه سابقا. هدأت المشاكل وخرج الشر، فكان هذا خروج لشيطانه ومن معها من الأبناء، الله أعلم، من البيت، فعادت الراحة والطمأنينة والسكينة إلى هذا البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وعن فضل سورة البقرة قال: أخذها بركة، بركة في كل شيء، وتركها حسرة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. بركة تأتيك في كل شيء، فشدوا الحيل وابدأوا بقراءة سورة البقرة والاستمرار عليها، وسترون من العجائب ما